تخيل حساب على السوشيال ميديا مقفول من سنين وفجأة يبعت لك رسالة. الرسالة دي ما كانتش عادية، بعدها بدقايق في شخص بيموت. الحساب ده اسمه ديد اكاونت، حساب ميت بس لسه شغال. اي حد بتوصل له رساله من الحساب ده بيتحول لهدف ومفيش طريقه للهروب. الاغرب ان الحساب ده مربوط بالعالم الاخر، عالم مليان ارواح وانتقام. ابطال الانمي بيحاولوا يقفلوا الحساب لكن كل محاوله بتفتح جريمه جديده. ازاي حساب ميت بيقتل ناس؟ وايه السر اللي مستخبي وراه؟ خليك معايا لان اللي جاي مرعب بجد. ده شاب عامل قناه يوتيوب وبيكسب من وراها فلوس وعلى قلبه قد كده، واحصائياته عماله تزيد يوم عن يوم، بس عن طريق فيديوهاته بيضرب فيها الناس ومش بيظهر وشه. والاسم المشهور بيه على اليوتيوب هو لارينجو. وكان في القطار وسمع ان الناس بتكره فيديوهاته، فعرف ان دي نقطة كويسة يلعب عليها علشان يجيب مشاهدات اكتر، وراح لاخته اكاري اللي محجوزة في المستشفى وبيسلم عليها، وبيكون اشترى لها تورته وبتقول له انت اكلت حلويات قد ايه النهارده؟ قال لها 3 لكنه كذاب واكل 6. وهي زعلت منه وقالت له عقابا ليك مش هدوقك التورته دي. وهي بتاكل تعبت واخوها راح يرن الجرس. اكاري بتقول له لا انا كويسه. بيقول لها خلي بالك من نفسك، احنا هنخرج من المرحله دي بسلام. بتقول له ازاي ومصاريف المستشفى؟ بيقول لها انا لقيت شغل حلو قوي وده هيساعدنا كتير علشان نخرج من المرحله دي. وبيفتكر كلام الراجل العجوز اللي في دار الايتام انه هيعيش حياه مسالمه، لكنه مش ذكي وفاشل الا ان عنده قوه جباره هي اللي مخلياه يشتغل على اليوتيوب يضرب الناس. ومش فارق معايا لو الناس كلها كرهتني، المهم انقذ اختي. وكان في شويه شباب قاعدين بيتكلموا على اورينغو وانه بقاله شهر ما بينزلش فيديوهات. وكان في واحد ماشي من جنبهم وسمع الكلام ده وكان متضايق. وانيشيرو كان قاعد بياكل حلوى وبيراسل اخته، وكان مبسوط انها قربت تخرج وهتقابله بعد ما نام نوم عميق، وكان ماسك التليفون في ايده. ولكن في شخص هجم عليه خلاه يصحى من النوم ويبدا انه يفهم فيه ايه. الراجل بيبدا انه يضربه فيه لكن الولد بيتفادى كل الضربات. بس الشخص ده مش عايز يأذي انيشيرو، هو بس عايز يدمر تليفونه. ليه؟ مش عارفين. ولما التليفون وقع على الارض وراح علشان يدمره، انيشيرو جرى على التليفون بسرعه ولحقه قبل ما يتدمر، وطلع يجري بره البيت وبيبعت لاخته وبيحكي لها على اللي حصل. وكان ناوي يتصل بالشرطه ولكن الشخص ده ظهر من وراه ولسه بيضربه بالمطرقه، ولكن انيشيرو صد الضربه برجله ولا كأن حد بيضربه بمطرقه اصلا. واد نينجا بصحيح. وبدأ بعدها يضربه ضربات متتاليه لان ده يعتبر دفاع عن النفس، لكن الراجل مش مركز في اي حاجه غير انه عايز يكسر التليفون. وهنا انيشيرو اتاكد انه فعلا بيستهدف التليفون. الراجل بدأ يتكلم معاه وبيقول له انت اليوتيوبر المستفز اورينغو، فيديوهاتك مقرفه جدا. انيشيرو بيتاسف وبيقول له انا شكلي ضربت حد غالي عليك، اضربني اشتمني اعمل اللي انت عايزه لكن ما تدمرش تليفوني، ده الحاجه الوحيده اللي بتخليني اراسل اختي، ولو اتدمر مش هعرف ان انا اكلمها تاني. لكن ما بيلحقش يكمل وبيلاقي ان الشخص ده جري عليه بالمطرقه بتاعته. وانا شيري بيقول له انت سامعني ولا ايه؟ الراجل بيقول له هات الموبايل خليني ادمره، انا مش عايزك انت في شيء. لكن انا شيرو بيقول له انا بقول لك ده الشيء الوحيد اللي بكلم اختي عليه. الراجل بيقول له انت مدرك انت بتقول ايه؟ اختك ماتت من شهر. وبنلاقيها انها فعلا ماتت بسبب البرواز المحتفظ بيه، لكنه مش مقتنع وبيقول لو هي فعلا ماتت مين اللي بيتكلم معايا؟ دي اخت اكاري، مستحيل يكون حد غيرها. ولكنها فعلا ماتت وهو كان حاضر يوم وفاتها، لكنه مش قادر يصدق انها ما بقتش معاه لدرجه انه فوت يوم جنازتها وفضل كل يوم يبعت في رسائل على امل انها ترد عليه. ولكن في هذا العالم يا صديقي كل شيء وارد، وفعلا ردت عليه وبتقول له انه مش عارف يعيش من غيرها. وبيقطع الذكريات على صوت اكاري خارج من التليفون بتاعه، وسرح في الصوت ونسي كل حاجه. الصوره اهتزت واكاري ظهرت لوحدها على الشاشه، ولما سرح شويه معاها الراجل ضرب التليفون طياره على الارض وجري بسرعه علشان يدمره، لكنه ما عرفش التليفون صلب جدا. واكاري طلعت من التليفون وبتقول لاخوها انها مبسوطه لانه بيحميها، لكنها بدات تتحول. والراجل بعدها وبيقول بما انك سالت مين اللي كنت بتراسله اظن الاجابه واضحه، ده شبح. الاول المستشفيات والحمامات والابار وصالات الموسيقى كل دي اماكن بيسكنوها الارواح، لكن في عالمنا ده بما انهم مربوطين او كانوا مرتبطين بالموبايلات بتاعتهم فالارواح بتسكن فيها، وده يسمى بحساب ميت. اناشيرو بيقول مستحيل، ده مش عقل. بيقول له يعني انت بتراسل شخص ميت وتقول على ده مش عقل؟ يا شيخ اتنيل. وبدا يطلع مطرقه من تليفونه، واناشيرو شايفها عادي على الرغم ان الاشخاص العاديين ما يقدروش يشوفوا الحاجات الرقميه. يعني لو مهندس اكيد هتفرق لان دول مش بشر
عاديين يعني، دول بيتكلموا من مناخيرهم مش من بقهم مع احترامي للمهندسين. وبدا يضرب فيها ضربه ورا ضربه ولكن بلا فائده، لحد ما ناشيرو مسكه بيقول له كفايه هي بتتاذى، انا ما صدقت لقيتها، حتى لو شبح انا موافق. لكن الراجل بيزعله وبيقول له فوق بقى من اللي انت فيه ده، الناس اللي بتموت ما بيرجعوش الحياه تاني، افهم بقى، وغيرنا كتير عايشين في المعاناه دي. واثناء ما هم بيتكلموا الشبح خرجت من الهاتف وبقت حره، وضربته لزقته في الحيطه وفقد الحركه تماما، وبدات تاكل اخوها، لكنه ادرك في لحظه انه هو السبب في العذاب اللي هي فيه، وقرر انه يخليها تعيش في الحياه الاخرى بسلام. وبدا يصحي القوه اللي جواه، وكان رابطها في التليفون وهي عباره عن نيران زرقاء، وفعلا قدر انه يحرق الشبح ده. وبعد حرقه سمع صوت اخته، وكانت مبسوطه انها هتفارق الحياه الوحشه دي، وهو قعد يبكي كتير قوي لحد ما اغمى عليه. واصدقاء الشخص ده اللي طلع اسمه كاسوباتا جم المكان وبيحاولوا يفوقوه، وناشيرو كان اغمى عليه هو كمان، كانوا فاكرين انهم ماتوا. وكاسوباتا بيقول لهم ان الشخص ده قدر انه يهزم شبح، بجانب ان اللهب بتاعه قوته الروحيه لونها ازرق. الكل اتفاجئ جدا وبيسالوا القائد بتاع الفرقه دي هنعمل ايه. قال لهم هناخدهم معانا على الاكاديميه ميديان او ميديان، يعني مش عارف ايهما اقرب، اذا كان بقى هيتعلم او هيموت دي بتاعته هو. بيفوق من الغيبوبه اللي كان فيها وبيفتكر ان اخته اتحولت لوحش، وان كل ده كان حلم، غير ان في شخص غريب جدا ظهر وانا فعلت قوه غريبه برضه، وحاجات دب طخ دب بوب مفيش ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبيلاقي نفسه في غرفه نزل زي بتاعه الينابيع، فبيقول الحمد لله طلع حلم في الاخر. لكن كاسوباتو بيقول له لا يا نجم، الحقيقه ما كانش حلم. لكن اناشيرو بيقول له انت عملت فيا ايه؟ ده وقر حبك؟ ولكن كاسوباتو بيتعامل معاه بكل هدوء لانه بيكرهه في الاصل، لان اناشيرو مستفز. وبيقول له وقر حب ايه؟ انت قديم جدا. وبيسال على اخته ايه اللي حصل ليها، ولكن كاسوباتا ما ردش عليه واداله تليفونه وبيقول له ازاي ما فيش حساب. قال له الموضوع بسيط، لما بتطرد روح كانت ساكنه التليفون اي حاجه كانت مرتبطه بيها بتتمسح نهائي. قال له يعني انا مش هعرف اراسلها تاني؟ يلا مش مهم، انا عارف انها ماتت ولازم اتقبل ده. وبدا يرسم ابتسامه مزيفه علشان يتعايش مع الموقف ده، غير انه وعدها انه هيتولى اموره بنفسه. كاسوباتا بيقول له انت حسالة لانك بتتظاهر. اناشيرو بيقول له مش انت اللي قلت لي اعمل كده علشان اتعايش مع الدنيا؟ وكاسوباتا عرفه باسمه وبيقول له تعالى معايا هاخدك للحمامات. واثناء ما هم ماشيين اناشيرو كان منبهر جدا من المبنى، لكن بيتفاجئ ان دي مدرسه مايدن، مدرسه طارد الارواح. وكل الطلاب بداوا يشوفوا ارينغو وهو ماشي، وده اسمه على اليوتيوب، وان ارينغو المستفز. وكل الطلاب متضايقين من وجود الشخص ده ونفسهم ان هو يمشي من هنا. البنت الصغننه دي بقى عارفه ارينغو كويس قوي ومعجبه من فيديوهاته لانها كانت مشتركه في قناته اصلا، ودي يا صديق الاوتاكو اسمها هيوري. وبنروح لاناشيرو وكاسوباتا وهم في الينبوع الساخن، وفجاه وهم في الينابيع ظهر شخص من تحت المياه، وده بيكون الراهب ايزاكي، وبيكون قاصد انه يعمل كده شو يعني ويخوفهم، لكن على ما فيش. وسلم على ناشيرو بيعرفوا انه احد المعلمين هنا. ولما خرجوا من الينابيع كاسوباتا بيقول للمعلم انه وراه كل حاجه في المدرسه. المعلم تقريبا كان بيعمل تمارين احماء، وبيسال اناشيرو ايه رايك في المدرسه؟ بيقول له الينابيع كانت حوار، بيقول له انضم لينا كطارد ارواح. وبدا الاتنين في الضحك على اللي اتقال يعني، وبدا في سرد قصه لاناشيرو، ودي تحكي عن بدايه طرد الارواح اللي كان من الاف السنين، وكل طاردين الارواح كانوا بيوقظوا قدره بداخلهم لاجل انهاء الاشباح والارواح الشريره. ولكن في ثوره حصلت من فتره كده، وهي الانترنت، وان الهواتف بقت بتترابط فيها الارواح، وبدانا في ابتكار طرق جديده علشان نقدر نقف قدام الحدث ده. ولكن ايزاكي يا عيني هاري نفسه في سرد القصه، واناشيرو بيجهز نفسه علشان يمشي ومش مهتم باللي بيتقال اصلا. وايزاكي بيروح لاناشيرو بيقول له كده يا صاحبي احنا مش كنا بنتكلم وبحكي لك القصه؟ انت حتى مش عايز تعرف انت حصل لك ايه؟ بيقول له الحقيقه لا، انا مش عايز اعرف اي حاجه ولا اي حاجه تخص المهنه دي ولا اي حاجه ليها علاقه بالاشباح. انا عايز اعيش حياه عاديه خالص، اكل حاجه حلوه واحده في اليوم وخلاص على كده. كنت بساعد اختي للتعافي، لكن خلاص انا دلوقتي فارغ تماما، واروح اشتري مانجو 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 مانجو. لكن ايزاكي بيقول له هتمشي حتى من غير ما تعرف السبب في موت اختك؟ وقتها ناشيرو وقف وبدا يفهم ايه اللي بيحصل. الاحداث بتتصاعد تدريجيا. ايزاكي بيقول اختك فعلا ما ماتتش بسبب المرض، اختك اتقتلت بواسطه حساب شبحي قوي. لا لا لا، الاحداث كده بتسخن على الاخر. انزل اعمل بقى سبسكرايب واكتب لنا رايك في كومنت كده عشان تقول لنا ايه رايك في الحلقه، علشان نعرف نكمل الاحداث مع بعض. والواضح ان في احداث تانية جايه تقيله قوي يا صديقي. نرجع بقى للمستشفى، واكاري كانت بتطلب المساعده ومش قادره تتنفس، وايزاكي بيقول
بيقول له ان الحساب ده بيقتل ناس كتير، كل الضحايا بتاعته بتنزف دم من عينيها. انوشيرو بدأ ينفعل وبيقول فين الحساب ده لاني هقتله، ولكن ايزاكي بيستفزه وبيقول له مش هتعرف انت ضعيف جدا، وبدأ انه يضربه لكن كاسوباتا صد ضربته، وانوشيرو بيقول له اوعى خليني اضربه لحد ما يقول لي كل حاجه يعرفها. كاسوباتا بيقول له مهما كان هو قد ايه شخص مغرور وبارد الى انه معلمي. وهنا المعلم اقترح لعبه وهي انزال بين انوشيرو وكاسوباتا، ولو انوشيرو كسب هيقول له على كل حاجه. كاسوباتا اتحمس جدا وبيقول يعني اضربه براحتي، وبدا يجري ورا ايزاكي لكن كاسوباتا لحقه وضربه جامد على ظهره بالمطرقه بتاعته. وبعدها بيقول له شعور جميل قوي انك تضرب مستفز، شعور اقوى من ما ضربت اختك. انوشيرو بيقول لايزاكي الافضل انك تقول لي كل حاجه تعرفها وقت ما اقتل الشخص ده. وبدا فعلا بالتلاحم، مش بقول لكم الاحداث بقت حماسيه ومحدش بقى فاهم ايه اللي بيحصل خالص، والجميع بيتساءل ما هذا بحق الجحيم، لكن ايزاكي بيقول لهم اتفرجوا وهتفهموا كل حاجه. كيومين بتكون متضايقه من القتال ومش حباه، لكن هيوري بتقول لها انت مش فاهمه حاجه، القتال بتاع انوشيرو من قريب جامد جدا. والجميع شاف ان القتال بيزداد حراره لانه بيجري سرعه كاسوباتا من غير ما يفعل حتى قوته ولا اي حاجه، والمطرقه كمان بتتمدد ومش عارف يعمل ايه. ومعلم بيسال في ايه، بترد المعلمه بتقول له ان في زي تحدي بين الشخصين دول، لكن المديره بتيجي وبتقف تتفرج، والمعلم بيطلب ان هم يوقفوا القتال لكن المديره بتقول له لا. وكاسوباتا بيقول انا مبسوط اني بضربك يا مستفز. انوشيرو بيقول له كفايه بقى كلام في الموضوع ده، دلوقتي كل مره تقول لي مستفز مستفز، انا عملت كده علشان خاطر كنت محتاج انقذ اختي مش اكتر. واحد من اللي قاعدين اتعاطف معاه جدا لانه عنده اخ صغير. وهنا بقى كاسوباتا هو اللي بقى مستفز لما بقى بيقول له انت واخد حجه اختك شماعه لكل افعالك، وضربه بالمطرقه وبيقول له لو على الفلوس ففي طرق تانية كتير كان ممكن تكسب منها. وفضل يضربوا ضربات ورا بعض متتاليه، وبدا يخلي المطرقه تبقى اعداد كتير وضربوا بيها لحد ما انوشيرو وقع على الارض. وزكي بيقول فهمت ولا لسه؟ ده القتال الرقمي، مستحيل تكسب وانت اعزل، يعني من غير استخدام قوه رقميه. يلا بينا نخرج تحكمك الرقمي. انا شيرو مش فاهم حاجه ونفسه يفهم وانا نفسي افهم احنا ايه اللي جابنا هنا اصلا، والقوه هتخرج من هاتفه المحمول. زكي بيقول له تخيل حراره جسمك كلها في ايدك الاتنين وبتتجمع وانت ماسك التليفون. ولما عمل كده بدا اللهب الزرقاء تخرج والكل واقف في حاله صدمه ومش عارفين ينطقوا، وده يبقى لهب الشيطان، لهب يشبه التواء الثعبان، قوه خطيره جدا. انوشيرو بيسال ليه الكل بيتعاملوا كده. زكي بيقول له لا اننا نعرف شخص عنده قوه شبه دي للاسف يعني. وبيقول له انت حاسس بايه؟ قال له انه مش ساخن لكنه بيبعت شعور جميل قوي. زكي بيقول له ورينا بقى تعمل ايه، وبعت لرجله لهب امتلك سرعه رهيبه لكنه مش قادر يتحكم فيها، ومش عارف ليه هو بعت اللهب لرجله، لكن جات له فكره حلوه وقرر يجربها. وبدا انه يلف حوالين كاسوباتا بسرعه رهيبه لحد ما طلع على الحيطه واندفع عليه وكان هيضربه خلاص، لكن كاسوباتا تفاداها وانجرح في وشه، وده خلاه متعصب جدا وبدا يضرب في انوشيرو بالمطرقه. زكي بيقول للمعلمه كاكيكو ان الولد بارع في القتال، بتقول له ماشي وقف بقى القتال ده، بيقول لها عندك حق انا خلاص شفت قوته. ولما راح زكي علشان يوقفهم كاسوباتا زعله وقال له اخرس ايها الاعذر، وده كان حزن ليه. وبدا يكلم نفسه في الزاويه وبيقول انا راهب وقررت ان ابعد عن الامور دي، ولكن ده شيء ما يمنعش ان ممكن اجذب البنات ليا عادي، لكن انا مش عايز ده. وانا شيرو اتحمس جدا وكان خلاص على وشك هزم كاسوباتا، ولكن يبدو ان ياما في الجراب يا حاوي. والمطرقه بدات تكبر وده اللي ما كانش لا على بال ولا على خاطر. وقتها نشيرو وقع على الارض من الصدمه والضربه دمرت الارض تحته، والضربه التانيه كان ازاكي صدها بهوايه، انها القوه دي اسمها قوه المعلمين، ده هبد من عندي عادي يعني. وقال له كاسوباتا انت زودتها حبتين، قلت عليا كمان كلام يزعل لكن هسامحك. ونشيرو وقتها ادرك ان الناس اللي هنا كلهم اقوياء جدا. زكي اعتذر ليه على كل حاجه وانه السبب في الاستفزاز ليه علشان يشوفوا قوته، لكن انوشيرو بدا هو اللي يعتذر ويطلب كمان انه ينضم ليهم لانه نفسه يكون قوي زيهم بل اقوى منهم كمان، ورحب بيه في اكاديميه ميدين. لكن كل اللي في المكان تقريبا مش موافقين على اللي بيحصل. وبعد كل حاجه المديره بعتت لإيزاكي الفاتوره بتاعت اصلاح المبنى واتصدم من الرقم يا عيني. ومن هنا بتخلص الحلقه يا صديقي المشاهد. هل الحلقه عجبتك ولا لا؟ يا ريت تقول لينا في الكومنتات، وكمان ما تنساش تقول لينا عايز انميات من النوع ده ولا لا، في حاجه يعني معينه في دماغك عايزنا نلخصها قول لنا في الكومنتات واحنا نعملها. يلا سلام.